سأعطيك مثال، في مثل غربي يقول ليست كل الأحذية تصلح، يعني ليست الحذاء تصلح لجميع المقاسات. نعم. لكل، أعزكم الله وأعز السامعين، لكل قدم لها مقاس حذاء. نعم. لكل شخص له مقاس في المستقبل. لا يوجد مستقبل واحد. طب كيف تقيس الأسرة القياس هي بالتجربة أبنائها؟ يعني القياس هي بالتجربة. القياس الأمر الآخر في القياس، يعني تخليه يجرب. مثلا إذا كان اهتمامه مثلا في مجال الطب، ما المانع أنه يزور مستشفيات، يكون له جلسة مع أطباء. إذا كانت الأسرة حريصة بأنها تعلم الابن، هذه المنهجية. فيه الآن موجودة في الإنترنت، وأيضا موجودة للأسف أنها باللغة الإنجليزية الأغلب. نعم. اللي هي يسمونها القياسات النفسية. أسئلة، لكنها تحدد ميولك، تحدد أيضا فكرك. ولذلك هنا يمكن أنا أحد الأشياء اللي أنا أريد أن يعني محاولة أريد أن أتحدث فيها مع حضرتك هو كيفية قياس مستقبل ناجح، يعني من خلال الأسرة. يعني الأسرة الآن عندما تقول أنا حتى نبسط الموضوع، احنا ما نريد نتكلم فقط كلام علمي نعم. او كلام نظري، احنا خلينا نتكلم كلام بسيط الى ابعد مدى حتى نفيد جميع الفئات المجتمعيه والطبقات الموجوده في الاسره تحديدا. نعم. يعني عندما انا اقول انه انا كاسره اريد ان اصنع مستقبل ابنائي، عندي من الابناء 6 او عندي من الابناء اريد ان اصنع لهم مستقبل، هل صناعه المستقبل لابنائي تبدا من فقط الاكتشاف كما حضرتك أشرت، اكتشاف القدرات واكتشاف الميول، أو من خلال تنميتها، أو من خلال وضعهم على الطريق الصحيح، أو من خلال أني أنا أحط لهم مثل ما حضرتك تفضلت منهجية معينة؟ منهجية صناعة المستقبل. الآن مرحلة الاكتشاف تأتي مرحلة التنفيذ. طيب احنا اكتشفنا المستقبل، نبدأ في التنفيذ. هذه المرحلة الأخرى. بعد مرحلة التنفيذ اللي هي مرحلة النتائج، قد تكون نتائج مخيبة الآمال، قد تكون نتائج ممتازة. نعم. فهذه هي منهجية تعتمد على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاكتشاف، مرحلة التنفيذ اللي هو تنفيذ الحلم أو تنفيذ المستقبل. نبدأ في صناعة المستقبل، ثم ننتقل إلى مرحلة النتيجة. احنا عندنا شباب وصل لمرحلة التنفيذ حقيقة. يعني جميل. أنا حبيت يمكن في المقدمة أطول قليلا في موضوع الأسرة وفضل الأسرة ودور الأسرة، لكن احنا عندنا ما شاء الله كوكبة من الشباب وصلوا لمرحلة التنفيذ ونفذوا أحلامهم. أكيد أسر دعمتهم، دولة الإمارات طبعا لا تقصر دائما مع شبابها، أكيد دعمتهم أيضا. نبدأ من هنا، نتعرف عليك. ريت الميكروفون، شغل الميكروفون، ما عليك، نتعرف عليك. معاكم محمد كامل البريمي، طبعا صاحب أول مقهى شعبي تراثي راقي في دولة الإمارات. جميل. طبعا بس الناس تسأل كيف يكون يعني مقهى تراثي ويكون راقي. طب قبل ما نتكلم عن المقهى، كان حلم بالنسبة لك أن يكون عندك مقهى طبعا راقي شعبي؟ لا، أنا ميولي للتراث يعني خلاني أني بعد ما خلص دراستي الجامعية نعم أني أفكر أفتتح مشروع خاص فيني. فمثل ما تقولين التراث على طول جاء في الواجهة، فبديت فيها يعني. جميل جدا. أي نعم. طيب هذا الحلم طبعا، هذا كان يدل، حلمك يدل يعني انه لديك انتماء ولديك ولاء ولديك هوية وطنية، وتريد يعني حب التراث هو يساوي الهوية الوطنية والولاء دائما، هكذا في اي بلد من البلدان. لكن هذه ميول حبك للتراث، هل تم اكتشافها من خلال الأسرة أولا، أو أنت اكتشفتها في ذاتك، أم أنه تم مساعدتك من قبل مؤسسات أخرى، يعني سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير ذلك؟ طبعا حب التراث يخلي الواحد دائما يركز على الشيء نفسه يعني. نعم. بعد ما خلصت دراستي الجامعية وبدأت أستفسر، يعني أسأل الناس شو رأيكم يكون في مقهى شعبي يكون إماراتي ويقدم أكلات شعبية بس راقية. بدأت أسأل الناس، الأصدقاء، الأحباب، الأهل، والكل شجعني على الفكرة نفسها يعني. وبدأت مشروع يعني افتتاح أول مقهى شعبي يكون تراثي وراقي في دولة الإمارات. وراقي. زباينك من السياح؟ لا طبعا، أول ما بدأت الفكرة يعني بدأتها يعني هذا مشروع سياحي، يعني إذا ما توسعنا في مفهومه أكيد سوف يضيف إلى المجتمع، إلى دولة الإمارات، دفعة أيضا
سياحية في إطار التنمية الاقتصادية المتطورة دائما في الدولة، أليس كذلك؟ نعم صحيح. طبعا بداية المشروع نعم. بما أن المشروع هذا جديد في دولة الإمارات، اقترح واحد من الأهل والأصدقاء أني أفتتح المشروع هذا في أحد المهرجانات اللي يعني تتنظم في الدولة. نعم. فبدأت فيها في القرية العالمية، وبدأت آخذ آراء. أن طبعا القرية العالمية معروف أن السياح فيها من كل الجنسيات. فبدأت آخذ يعني أسوي دراسة للسوق من المواطنين دولة الإمارات، الدول الخليج، الدول العربية. نعم. حتى المقيمين اللي في دولة الإمارات، يعني شو رأيهم في هذا المشروع. نعم. الحمد لله لاقى إقبال كبير، والحمد لله تقريبا من 4 سنوات الحمد لله. صنعت مستقبلك؟ هي نعم. طبعا المستقبل الثاني اللي هو يعني الخطوة الثانية التوسع على مستوى دول الخليج إن شاء الله، بعد دولة الإمارات مستوى دول الخليج، وإن شاء الله العالم كله إن شاء الله. خلي كل الناس تعرف المقاهي الشعبية الخاصة بدولة الإمارات والتراثية في كل الأمصار وفي كل البلدان. أتمنى كذلك يعني، وننافس المقاهي التقليدية الموجودة حاليا يعني. إن شاء الله بالتوفيق. مباشرة أنا أخاف أقول اسمك بالغلط بعد مرة ثانية. نتعرف عليك. ورحمة الله وبركاته. حياك مشاهدين إذاعة قناة الشارجة، معاكم سعيد يوسف كرم، مدير تنفيذي لشركة الاتجاه الصحيح لتقنية المعلومات. نعم. طبعا إذا كنا نتكلم عن الأسرة، فهي الرافد الأول لأي دافعية وأي قابلية شخص أنه يبني مشروع. صحيح. يعني يحس أنه دفعة معنوية كبيرة له. أما بخصوص المشاريع والأمور التطويرية للمشاريع فهذا جانب ثاني، يعني شخصي خاص بالمشروع نفسه. إذا شخصي قبل ما ندخل في المشاريع، أنت لما كنت صغير وبعدك صغير طبعا، لما كنت قصدي في مراحل الطفولة الأولى، أكيد كانت عندك ميول معينة، وأكيد كان الأسرة لها دور في توجيه يعني ميولك أو في اكتشافها مثل ما تفضل المهندس سعيد. يعني هل اكتشفت أسرتك مبكرا ميولك، أم أنت بعدين يعني اكتشفتها في نفسك وطورتها هو من السابق. يعني أنا أذكر يعني كلام الوالد أو الوالدة، يعني في أمور كنت أراها في نفسي الآن حاليا. يعني هل هذه نقاط كنت أشوفها في طفولتي هي أدت إلى أني أفتح مشروع وحتى أطور من شو هي هالنقاط اللي كانت في طفولتك؟ يعني كانت بعض الأمور مثلا كنت أفكر عكس تفكير بعض الأطفال، هم كانوا يفكرون بأشياء معينة، أنا كنت أحيانا أطلع خارج نطاق المألوف في بعض الأحيان. في بعض الأمور كنت أسويها يعني هم الأشخاص ثانيين يستغربون فيها حتى حاليا. يعني مثل أعطينا مثال. يعني ما أتحفظ فيها لنفسي ولا شوية. خليها سر. يعني مثلا في أفكار معينة، مثلا في مشاريع، في أشياء يعني كنت أسويها. نعم. مثلا اللعبة مثلا تشتغل بطريقة معينة، أشغلها بطريقة ثانية. جميل. يعني مثلا كنا يبطلونها اخواني مثلا ثانيين، انا اركبها شغاله مثل ما افكها ارد اركبها. في بعض الاشخاص لا ما يعرف بطلها، ما يعرف اركبها، واحيانا كنت اخذ لعبه ولعبه اجمعهم اسويهم لعبه ثانيه. ما شاء الله. فهاي كانت بعض الاشياء. وكانوا اهلك يدعمونك في الجزئيه هذه ولا هذا يمكن تتعاقب عليها لانك خربت اللعبه؟ لا بالعكس. يعني الرافد الاول الوالده الله يحفظها ما قصرت. يعني انا نشوف الام مدرسه مثل ما قيل يعني، ويعني فيها هي تعزيز حتى النشء انه يطلع حتى مثقف وفاهم حتى الامور اللي حواليه. طيب يعني صنعت مستقبلك ان شاء الله. انا في طور صناعه المستقبل، ما في المستقبل بشكل عام ليس له حد. يعني الانسان اذا بيقول انا صنعت مستقبلي من اليوم فهذا يحكم على نفسه انه لم يبني مستقبله بالشكل السليم. اعتقد الدكتور والاستاذ يعني المهندس يوافقني في هذه النقطه. لان هي المستقبل ليس له نهايه. فهي ديمومة العمل المشترك، سواء المستقبل لازم يكون مشترك. إذا كان واحد يفكر في نفسه مكاني هني وتعال قدم الحلقة. أكيد. لأنه ما شاء الله تبارك الرحمن عندك طلاقة أيضا لغوية مش بس إلكترونية، يعني إبداعاتك ليس فقط في المجال الإلكتروني. نحن لله الحمد يعني مش بس هي الثقافة بشكل عام. إذا أنت كنت مهندس تلم بأمور أخرى خارج نطاقك، فهذه الثقافة عبارة عن علبة مفتوحة على العالم. أحسنت. إذا المهندس إلكتروني وعندك مشروع هندسة إلكترونية، وعندك مشروع، عندي مشروع تقني وشغالين حتى نحن حاليا نضيف أمور للمشروع نفسه. في الحلول التقنية الذكية حاليا، هي السمارت هوم سولوشن اللي هي الحلول المنزلية الذكية، تحكم حتى بفاتورة الكهرباء والى آخره، بالإضاءة. في بعض الأمور هاي إن شاء الله من الأمور نحن حاليا ضايفينها للمشروع، وإن شاء الله فيها إقبال.
حتى اللي هو المسرح المنزلي، بس طبعا بأشياء جديدة يعني مش موجودة في المنطقة حاليا يعني. نعم. دعمت من قبل أي مؤسسة حكومية أم هو مشروع نعم ذاتي؟ هو مسبقا كان مدعوم المشروع ولا زال مدعوم.